السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ايه رأيكم بقى؟ حاجة جميلة، لا هي فطير ولا هي كيك ولا هي عيش. تعالوا اتفرجوا انا عملت الصحن ده ازاي، او الرزية او المخضوبة اليمنية. جميلة وهشة وقطنية، وتتاكل جنب، تتقدم في فطار او في عشاء جنب شاي او جنب لبن، او تتاكل بعسل. تعالوا نشوف احنا عملنا ايه. معايا كوباية لبن، حطيت عليها معلقة كبيرة خميرة، وحطيت عليها 4 معالق سكر، ودوبتهم كده ضربا مبرحا علشان السكر ما يبقاش مبلور فيها. ورحت جاية ضيفة عليهم 4 كوبايات دقيق، مع نص مع معلقة الحبة السمراء أو حبة البركة، حبة السوداء، ومعاها نص معلقة ملح، ومعاها نص معلقة بيكنج باودر، نص معلقة صغيرة. ورحت جاية مع الخميرة ومع ده كله. انت ممكن لو عايزة تحطي بيضة تضيفي بيضة مع براحتك، مش عايزة ما تحطيش. مع كوباية مية، ونشوف الكوباية التانية هنستعمل منها ايه، لغاية ما هي بيستعمل له حوالي كوباية ونص. جينا بقى حطينا كمان نص كوباية زبدة سايحة، عايزة تحط سمنة ماشي، عايزة تحط زيت ماشي، عايزة تحط زبدة على زيت براحتك. ورحنا ضربينهم لغاية ما انت شفتيهم. العجينة بتاعتهم ما بتبقاش متماسكة قوي، بتبقى شبه لينة. وطبعا انا مش هستنى الخميرة تشتغل فيها بره، انا هدهن الصينية بتاعتنا برضو بشوية زبدة كده خفيفة. عايزة تدهنها بزيت برضو براحتك، وتروحي جاية منزلة فيها الخليط اللي احنا عملناه، بس ما يبقاش سميك قوي، خليه حوالي سنتي ونص، لانه لسه الخميرة هتشتغل فيه، ولسه طبعا هيستوي في الفرن علشان يديك ايه علو حوالي 2 سنتي ونص 3 سنتي. حلو كده قوي، او 4 سنتي يبقى جميل جدا. طبعا شايفينه في الصينية حوالي سنتي اهوت، او سنتي وحاجة خفيفة. طبعا هنسيبها بقى كده تخمر براحتها لغاية ما تاخد راحتها، ونشوف عملنا ايه. طبعا هي خمرت وزادت اهي، ولسه هتزيد كمان معانا. معايا بيضة، واروح جايبة عليها معلقة كريمة، لو عايزة تضيفي لبن ماشي. انا حطيت معلقة كريمة طبخ وضربتها ببعضها، ورحت جاية منزلاها على وش الصينية، ورحت فرداها بالفرشة زي ما انتوا شايفين كده. شوفوا العجينة عمالة كمان بتشد وتخمر. آه ضربناها اهيت، ورحت جاية منزلاها كده بالفرشة ومشية عليها. العجينة عمالة بسم الله ما شاء الله بتفور معانا بزيادتين اهيت. ورحنا عاملين فردين عليها البيضة بالكريمة، وزي ما قلت لك عايزة تضيفي عليها لبن بدل الكريمة ضيفي، عايزة تضيفي معلقة عسل أسمر وبلاش البيض، معلقة عسل أسمر على معلقة مية أو نص معلقة مية تخفف العسل الأسمر، وتديناه جميل جدا جدا. الوصفة ديت بتاعت العسل ديت أنا خدتها من العيش بتاع زمان، من الوصفات السورية. لو انت مش عايزه تعملي بيض، بعد كده بندخلها الفرن، وكنا مشغلها الفرن على درجه حراره 180، وبرش عليها زي ما انتم شايفين كده حبه البركه او الحبه السوداء، وندخلها الفرن على درجه الحراره زي ما قلنا 180. بتاخد لها حوالي 30 35 دقيقه، 40 دقيقه بالكتير، بتكون طالعه بالجمال اللي انتم شايفينه ده. ده بقى عسل ابيض يا جماعه. لو مش عايزه عسل ابيض ضيفي عسل اسمر، مش عايزة يبقى معلقة زبدة وتروحي جاية عطيالها التلميعة. بس أنا بحب العسل الأبيض، بيديلها تسكيرة كمان جميلة. بعد ما بتبرد يا جماعة دي تتقطع للعشاء أو للفطار، أو في يعني في أي خروجات. جميلة جدا وهشة وناعمة وطرية. إن شاء الله تعجبكم ويكون فيه شير ورايك ولايك. وشكرا على سماعكم للمخضوبة اليمنية بالطريقة أو بالأياد المصرية. شكرا لاستماعكم، ما تنسوش الشير واللايك. كل سنة وانتم طيبين.